يحتاج كل إنسان احتياجًا عظيمًا إلى عطلة نهاية الأسبوع من أجل استعادة حيويته ونشاطه بعد أيام العمل التي غالبًا ما تكون مليئة بالهموم ومشاكل العمل اليومية. يرغب الناس رغبة كبيرة في ترك جو المدينة وضجيج السيارات والذهاب مع عائلاتهم أو أصدقائهم إلى المناطق السياحية لقضاء العطلة في أجواء الطبيعة الساحرة وممارسة الرياضات المختلفة للشعور بالحرية والراحة. إن عائلتي أيضًا تقوم بمثل تلك النشاطات في نهاية كل أسبوع. في فصل الصيف نذهب كل عائلة إلى البحر للاستمتاع بالطقس الدافئ الجميل مثل آلاف العائلات. بينما أبي وأختي يفضلان ركوب الدراجة والتجول على الخط الساحلي أنا أشارك هوايتي أمي السباحة والغطس تحت الماء. أمي سباحة ماهرة وأنا أستمتع استمتاعا شديدا بمشاهدة مختلف الأنواع من الأسماك البحرية الملونة والجذابة. الطعام على شاطئ البحر بسيط جدا. نحن نكتفي بأكل السندويشات التي نحضرها في المنزل بالإضافة إلى الفاكهة الطازجة. عندما نعطش شديدا نشتري الماء البارد أو الآيس كريم من البائعين المتجولين على الشاطئ. تتنوع نشاطات عطلة نهاية الأسبوع في فصل الشتاء كثيرا. في غالب الأحيان نركب السيارة باتجاه الجبال التي غطتها الثلوج وأصبحت المكان المفضل لممارسة التزحلق على الجليد. يقوم المتزحلقون باستعمال عربات التلفريك المتوفرة للصعود إلى أعلى نقطة في الجبل، وهي وسيلة نقل سهل وبسيطة.